أهلا بيكم. النهاردة هنلقي نظرة عن قرب على آخر تطورات ملعب مولاي الحسن بالرباط. الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية 2025 ماشية على قدم وساق. أهلا بيكي، صحيح. الفيديو ده بيعطينا فكرة كويسة. ومهمتنا بقى إننا نحلل اللي بنشوفه ده ونفهم التفاصيل الهندسية المهمة. بالظبط. هنركز النهاردة على المدرجات، تركيبات السقف المعدني، وخصوصا المنطقة الغربية. شكلها فيها شغل كتير. تمام، يلا بينا نبدأ. يلا بينا. خلينا نبدأ من الجهة الشرقية للملعب. إيه اللي بيحصل هناك دلوقتي؟ شايفين تركيب هياكل معدنية فوق المدرج العلوي التاني؟ مظبوط، دي الأعمدة المعدنية اللي هتشيل جزء كبير من السقف وكمان الواجهات. تمام. والنقطة المهمة هنا هي طريقة تثبيتها. يعني هي بتركب على رؤوس الأعمدة الخرسانية اللي تحتها إزاي؟ باستخدام حاجة اسمها جوايط وصواميل. يعني زي مسامير ضخمة، وصواميل بتاعتها بتكون متجهزة جوه الخرسانة نفسها من قبل الصب. تقنية دقيقة يعني. جدا. وهتلاحظي كمان إن رؤوس الأعمدة الخرسانية دي نفسها معمولة أضخم شوية، فعلا، ليه بقى؟ عشان طبعا تتحمل الأوزان الكبيرة اللي جاية من السقف المعدني والواجهات بعدين. منطقي. طيب لو رحنا للجهتين الشمالية والجنوبية، تركيب المدرجات الخرسانية القطع الجاهزة يعني شغال. صحيح، عملية التركيب مستمرة. بس كأن أعمدة السقف المعدنية لسه متركبتش هناك زي في الشرقية. هو المصدر بيوضح إن تجهيز رؤوس الأعمدة الخرسانية في المناطق دي، يعني الشمالية والجنوبية، وخصوصاً عشان يركبوا فيها الجوايط والمسامير دي اللي هتربط الأعمدة المعدنية. نعم. الموضوع ده محتاج دقة عالية جداً، وبياخد وقت، يعني سواء هيثبتوها باللحام أو تثبيت ميكانيكي. عشان كده ممكن يكون في تأخير بسيط في الأجزاء دي. بالظبط. التأخير ده وارد في المناطق دي وفي الزوايا كمان اللي بينها وبين الجهة الشرقية. فهمت. طيب ننزل للمدرجات الأرضية بقى. بعد ما القطعة الخرسانية بتتحط في مكانها بيملوا الفراغات اللي بينها. عملية شكلها مهمة قوي. أكيد مهمة. ومع المادة اللي بيستخدموها بيعتمد على نوع الفاصل ده. إزاي يعني؟ يعني مثلا الفواصل الصغيرة اللي محتاجة تتقفل تماما بيستخدموا مادة زي الجراوت. دي مادة سائلة كده بتملى كل الفراغات الصغيرة. تمام. أما بقى الفواصل الإنشائية اللي بتكون أعرض شوية عشان تسمح بحركة بسيطة للمبنى، فدي بيستخدموا لها مادة مطاطية ال EDPM، وبيغطوها بألواح ألومنيوم. وفي أنواع تانية؟ في كمان فواصل التمدد والانكماش، ودي بيستخدموا لها السيليكون أو اللي بنسميه سيلنت. تفاصيل دقيقة فعلا. جدا. بس أساسية عشان سلامة المبنى على المدى الطويل، يعني عشان نمنع تسرب مياه أو مشاكل تانية. نروح بقى للجهة الغربية. شكلها مميز قوي بالتصميم الدائري عند الحواف ده. صحيح. ده بيدي لمسة جمالية وماشي مع الرسومات الهندسية للمشروع. والشغل في الأسقف هناك كمان مستمر. وبعدين لسه هيركبوا أعمدة معدنية طويلة فوق عشان تشيل السقف الرئيسي زي باقي الجهات. المصدر كان اتكلم كمان عن سقف خلفي مميز قوي في الجهة الغربية دي. السقف الخلفي ده حكايته حكاية. ده بيستخدموا فيه تقنية اسمها بوست تنشن سلاب. بوست تنشن؟ دي جديدة دي. هي تقنية متقدمة شوية. الفكرة إنهم بيستخدموا كابلات حديد صلب جوه الخرسانة، وبعد ما الخرسانة تنشف بيشدوا الكابلات دي جامد. زي وتر العود مثلا. بالظبط كده. الشد ده بيخلي الخرسانة أقوى بكتير، وتقدر تغطي مسافات أوسع وتشيل أحمال أكبر. وده ضروري عشان المنطقة دي بالذات؟ أكيد. عشان العربيات هتعدي من فوق الجزء ده عشان توصل لمنطقة الVIP، فلازم السقف يستحمل وزن العربيات وحركتها. تمام. والشغل فيه وصل لفين؟ تقريبا نص السقف ده اتصب خلاص، والنص التاني بيجهزوه دلوقتي للصب. كل الشغل ده حوالين أرضية الملعب. طيب إمتى بقى هنشوف شغل في النجيلة نفسها؟ والله شكل الموضوع ده هيتأخر شوية. ليه؟ حاليا أرضية الملعب نفسها مشغولة. فيها ورشة بيجهزوا فيها حديد التسليح، وفيها كمان زي مصنع صغير بيعملوا فيه بعض قطع المدرجات الخرسانية الجاهزة، البريكاست يعني. لسه الورش شغالة في قلب الملعب. أيوة. نرجع للجهة الغربية تاني. دي مش مجرد مدرجات وخلاص، دي كأنها مبنى متعدد الأدوار والوظائف. فعلا. هي مركز الخدمات والضيافة في الملعب. الدور الأرضي ده للصحافة والإعلام بمقاعد أوسع وكده. تمام. الدور الثاني ده كله غرف ضيافة مكيفة، وكل غرفة ليها كراسيها الخاصة اللي بتطل على الملعب. جميل. الدور الثالث بقى ده الأهم،
في المقصورة الرئيسية أو الملكية، وحواليها غرف للVIP ورجال الأعمال، وكمان استوديوهات البث التلفزيوني. ما شاء الله. ولسه فوق ده كله، على السطح هيتحط التشيلرز. اللي هي وحدات التكييف المركزي الكبيرة؟ بالظبط، عشان تبرد كل الأماكن دي. بصراحة شغل مبهر. يعني الملعب ممكن ما يكونش الأضخم من حيث عدد الجمهور، لكن واضح إنه متجهز بأحدث التقنيات والمرافق. دي نقطة مهمة جدا فعلا. الملعب يمكن حجمه أو مساحته مش الأكبر، بس التجهيزات اللي فيه على أعلى مستوى. إذن لو حبينا نلخص أبرز التطورات، عندنا شغل كبير في هياكل السقف المعدنية المعقدة، وتجهيز دقيق للمدرجات متعددة الوظائف في الجهة الغربية، وكمان استخدام تقنيات بناء متقدمة زي شد الخرسانة بالكابلات. كلها خطوات مهمة ومحسوبة طبعا ضمن استعدادات المغرب لكأس الأمم الإفريقية 2025. الملعب ده بيقدم نموذج مثير للاهتمام لإزاي ممكن ندمج التصميم المدمج مع التكنولوجيا العالية والمرافق الكثير دي. وده يمكن يخلينا نفكر في سؤال أخير. مع الحاجة المتزايدة إننا ندخل تكنولوجيا متقدمة ومرافق متنوعة جوه ملاعب ممكن تكون مساحتها محدودة زي ما بنشوف في مولاي الحسن، يا ترى ده ممكن يأثر إزاي على مستقبل تصميم المنشآت الرياضية في العالم كله؟